اقول لك تشكيل النادي الاهلي المتوقع في كاس العالم للانديه من وجهه نظري، واللي انا بتمناه بصراحه وشايف انه تشكيل مثالي. على راس المرمى مصطفى شوبير، قدام منه حمدي فتحي، على يمينه اشرف داري، وعلى شماله مصطفى العش. اثنين لعيبه في وسط الملعب، اليو ديانج وامام عاشور. هلعب باحمد سيد زيزو ناحيه اليمين وتريزيجيه ناحيه الشمال، قدامهم محمد علي بن رمضان واشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد وسام ابو علي. هيغطي احمد سيد زيزو في الجبهه اليمنى في الحاله الدفاعيه، ويغطي محمود حسن تريزيجيه في الجبهه الدفاعيه من الناحيه اليسرى. وعملها كتير محمود حسن تريزيجيه مع منتخب مصر، وكذلك عملها احمد سيد زيزو مع منتخب مصر في مباراه بوركينا فاسو. عندي اليو ديانج وامام عاشور، اثنين لعيبه في خط وسط الملعب، واحد بيتميز بالصفات الدفاعيه البحته ولعيب بلاي ميكر على اعلى مستوى يقدر يوصلك في الجول لاي لحظه. وقدام منهم محمد علي بن رمضان اللي بيمتلك بعض الصفات اللي موجوده في امام عاشور، وبيتفوق عليه انه كلاعب محور على مستوى عالي. واشرف بن شرقي سترايكر وبيلعب تحت المهاجم بشكل جميل جدا، وسام ابو علي فينيشر على اعلى مستوى. تشكيل النادي الاهلي ده لو لعب بيه في كاس العالم من وجهه نظري هيكون تشكيل مثالي جدا، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتقدم في البطوله ويصل الى دور ال 16 كما عودنا النادي الاهلي، مشرف الاول للكره المصريه والحائز الاول على جميع البطولات بالنسبه للانديه المصريه في كافه انحاء العالم والقاره الافريقيه وكل حاجه. انتظروا فيديوهات كتيره جدا من ابراهيم الفخراني على السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك. انا ابراهيم الفخراني، وده كان فيديو جديد، وفيديو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هيكون جاهز النهارده.